السلام عليكم الإخوة الأخوات الأحرار، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم الخوت عندنا واحد الفضيحة عالمية للديكتاتور المفترس الملك محمد السادس. فالرائحة الكريهة ديال هذا الملك المفترس أولات معطعطف باريس في الصالونات الباريزية. فكلكم كتعقلوا أن الديكتاتور محمد السادس كان موجود في الغابون في قصره في الجزيرة في الغابون فاش وقع الانقلاب العسكري في الغابون، وتمكنات كان الجيش الغابوني سد الحدود، ما بقى حتى شي طيارة تدخل وحتى شي طيارة ما تخرج. ومحمد السادس هذا الملك المفترس أحصل تماكينات. القضية وما فيها هو أنه بدات التواصلات ما بين المخابرات المغربية، القصر الملكي، المخابرات الخارجية، جميع الأجهزة المخابرات الداخلية برئاسة الجلاد الخبيث مخرج أفلام البورنو عبد اللطيف الحموشي، وكذلك رئيس المخابرات الخارجية والعسكرية ياسين المنصوري، هذا الرشيوي هذا الهارب من العدالة البلجيكية. فهادو كاملين بدات التواصلات ما بينهم وما بين الجيش اللي دار الانقلاب على صديق الملك الرئيس علي بانغو باش يخرجوا الملك محمد السادس من الغابون. ولكن المحاولات ديالهم كامله باءت بالفشل. الناس اللي داروا الانقلاب قالوا لهم حتى شي واحد ما غادي يتحرك، حتى شي طياره ما غتخرج، حتى شي طياره ما غتدخل، انتهى الكلام. فالمعلومات الخوت اللي توصلنا بها كنعاودوا نقولوها من اوساط من الصالونات الباريزيه، الهضره كدور تماكينات دابا. هذا الشيء خطير الخوت، ان هذا الديكتاتور محمد السادس توسل من الفرنسيين باش يحاولوا يديروا شي تدخل ما بينهم وما بين افراد الجيش اللي داروا الانقلاب على فانغو، باش يحاولوا يلقاو شي طريقه باش يخرجوا الملك المفترس من الغابون. فمن بعد التدخلات ديال فرنسا استطاعوا انهم يخرجوا الملك الديكتاتور محمد السادس. لكن الخطوره في الامر هو علاش منين خرج الملك محمد السادس علاش ما مشاش مباشره للمغرب؟ علاش امشى مباشره لفرنسا؟ هنا الخوت، هنا فين غنوصلوا للخطوره ديال الموضوع، هو ان علاش الديكتاتور محمد السادس منين خرجوه من الغابون علاش ما مشاش مباشره للمغرب؟ كان بامكانه يمشي للمغرب. هما فاش طرا الاتفاق عطاوهم موافقه ديال ان طائره وحده هي اللي تدخل تجيب محمد السادس والحاشيه اللي معاه ويمشيو في حالاتهم. هنا الخوت القضيه وما فيها هو ان هاد من يدعي امير المؤمنين، هذا محمد السادس، هذا المجرم، هذا الخبيث، هذا الجلاد، هذا كانوا معاه في الغابون عده رجال اللي كيتسموا الاسكورت بوي، عده رجال اللي كيمارسوا عليه الشذوذ الجنسي، عدة رجال كيتسموا لي زيسكورت بوي. هادو كيجيبهم من فرنسا، كيجيبهم من الطاليان، كيجيبهم من السويد، هادو كيجيو من عدة دول أوروبية، كيجيبهم الملك المفترس محمد السادس وكيبدا يعيش معاهم الحياة ديال الشذوذ الجنسي. لذلك الملك محمد السادس أمشى مباشرة لباريس. واش دابا شفتوا هاد امير المؤمنين ديالكم كيفاش داير؟ امير المؤمنين يعيش مع عده رجال، هذه هي الحياه ديالو، كيجيب عده رجال كيعيش معاهم الحياه. واش فهمتوا الحصله الخايبه اللي الحصله اللي حصل في الغابون؟ حصله ما بعدها حصله، وحاصلين معاه الرجال ديالو اللي كتمارس عليه الشذوذ الجنسي. هو منين وصل لباريس كان طامع في العطف ديال سيده الرئيس الفرنسي انه غادي يستقبلوا ولا تكون شي حاجه. فبدات اتصالات، استعطافات
من الملك محمد السادس باش انه زعما يتلاقى مع الرئيس الفرنسي وكذا وكذا. الساعه الرئيس الفرنسي ما عبروش ما عطاش شي قيمه والو. وجات القضيه ديال الزلزال اللي زادت عرات هذا المجرم هذا الخبيث هذا الديكتاتور محمد السادس. يعني عراتو في ديك اللحظه هو بغى يستغل هذه الظرفيه يعني هذه الكارثه اللي ماتوا فيها عده ضحايا مغاربه، فهو بغى يستغل المآسي ديال الشعب المغربي باش يضرب بهم المصالح ديالو ويتلاقى مع الرئيس. الساعه عاوتاني في هذه اللحظه هذه ما عبروش الرئيس الفرنسي وما بغاش يتلاقى معه، لذلك بان داك الفراغ، بان انه كاين في فرنسا وما داخلش للمغرب وكيتسنى 24 ساعه والزياده، ولكن ما كاين لا استقبال الاول وعاد صدق داخل بحال ديك الهاربه اللي بايته في الخلا. هذا الشيء اللي وقع للملك محمد السادس بالضبط. فهنا عوض ما يشكر فرنسا على التدخل اللي دارت باش خرجوه من الغابون، هو مع خبيث بالعكس منين الاخر ما عبروش وما حاشاهاش له وما عطالوش ابسط القيمه، ناض بغى ينتقم من الرئيس الفرنسي، خصوصا انه تشوه في العالم كامل بان انه ملك كسول، ملك جبان، ملك ما كيحترمش الشعب ديالو، ملك ما كيحترمش الموتى. ناس الزلزال عندك في البلاد وانت مازال كتسنى باغي تتلاقى مع الرئيس في فرنسا، هذه ما كتدخلش العقل، هذه ما كتدخلش العقل كاع بتاتا. ولكن كنعاودوا نقولوا هنا الرئيس الفرنسي بينو عراه امام العالم، اما العالم خلاه مجال للسخريه، والعالم كامل تيقول له كيفاش وانت اش كدير في فرنسا والزلزال عندك في المغرب وانت ناعس تما، اش كدير تما وتما كاينه الخوت راكم شفتوا. يعني جميع كبريات الجرائد الدوليه والعالميه ماشي الفرنسيه، ونيويورك تايمز، الواشنطن بوست، البايس، الموندو، كل شيء العالم بدا كيهضر على هذا المجرم هذا الخبيث محمد السادس، كيفاش انه الناس كتموت عنده في المغرب وهو ناعس في باريس في الشاطو ديالو كيتمتع مع راساتو كيضرب في الشامبانيا. اذا من بعد جاو الكاريكاتورات الفرنسيه اللي زادت عراتو وبيناتو انه ان السيد غبار، ان السيد كيستعمل الموبقات، ان السيد كيمارس الشذوذ. فهما جابوه حطوه هنا كما كنعاود نوريوكم هاد الكاريكاتورات، هو السيد دايرينو مجال للسخريه انه كيغبر لانهم عارفينه غبار، عارفينه كيستعمل الموبقات، عارفينه خبيث كيدير جميع الخبائث، كلشي كيخلط هو. وهنا كنعاود نقولوا عوض ما يقبل يعني التدخل ديال فرنسا اللي غادي تعتق الناس اللي كتموت. هما كانوا باغيين يعتقوا الناس، ماشي داخلين يعتقوا محمد السادس راه عايش في القصور مع راساتو كيتمتع والناس كتموت. فهما الناس باغا تدخل تعتق الناس اللي مردومين، وهذا المجرم جالس تيقول لهم تسناو، جالس هو مع راساتو في باريس كيتمتع وتيقول لهم تسناو بلاتي تيستقبلني انا الرئيس. والناس كتموت والناس ماتت والناس خاصها تعتق في الساعات الاولى. وعوض ما يشكر فرنسا ويطلق تقول لهم دخلوا مرحبا عتقوا بنادم ويشكرهم يقول لهم على هذا الشيء هذا اللي درتو، الا هو خاصو يموت الشعب كامل وهو يبقى مزيان، هو خاصهم يستقبلوه الرؤساء وخاصو يبان هو زويون. وهذا المجرم هذا الخبيث هذا كنقول لكم كنعاود نقولها لكم، هذا كيستحق يجي للمساءله والمحاكمه ويدخل يدوز العقاب ديالو ديال الحبس ديال هذا الاجرام اللي دار في حق الشعب المغربي. هذا الشيء اللي خاصو يوقع. لو كان الشعب كان حر، لو كان الشعب تحرر من العبوديه، لو كان الشعب تحرر من هذا الذل، من هذه العبوديه اللي راد من الانسان رادو اله كيعبد فيه. ولكن مع الاسف كاينين بزاف ديال العبيد، بزاف ديال القطيع، بزاف ديال هذا الشيء هذا خاصهم مازال سنين وسنين باش يتحرروا. ولكن حنا خدامين معاهم وغنبقاو تنحرروهم. اذا هنا الخوت الملك محمد السادس ملي وصل لفرنسا في ديك 8 ايام ولا ديك 10 ايام تقريبا اللي دوز، راه صيفط على ال ابو زعيطر يجيو لعندو حتى هما، راه كانوا عنده في باريس، لانه هو ما يقدرش يعيش بدون رجال، هو قلنا لكم وهو في 2017 غبر الاميره سلمى. غبرها
دبرها وجاب في بلاصتها عده رجالات، ورجالات هما دازوا، ماشي راجل ولا جوج ولا ثلاثه ولا 10 ولا رجالات بزاف بزاف. اذا هذا مازال تجيو تقولوا لنا امير المؤمنين، هذا مازال تجيو تركعوا امامه، وبزاف بزاف على النفاق، بزاف على العبوديه، بزاف على ما عرف شنو هذا الشيء هذا. ولكن كنعاودوا نقولوا لكم غنبقاو معاكم تتحرروا، غنبقاو نبينوا لكم الواقع والحقيقه، ونبداو نبينوا لكم الحريه، تتحرروا من هذه العبوديه هذه. اذا الخوت، الحقيقه ديال هذا الملك محمد السادس في هذه الفضيحه العالميه الجديده هو ان محمد السادس كان في الغابون في الجزيره ديالو مع عده رجال ليزيسكورت بوي من عده من عده جنسيات اوروبيه. وفاش وقع الانقلاب حصل تما كاينات المجرم حصلوا مع دوك الرجال ديالو اللي كيمارسوا عليه الشذوذ الجنسي. بدات التدخلات مع الجيش ديال الانقلاب، والو ما بغاوش يتصنتوا للمغاربه. منين تدخلت فرنسا تم الخروج ديال محمد السادس، هذا اللي كيدعي امير المؤمنين ورجالته التي تمارس عليه. مشى لفرنسا، جلس تما كاينات، بدا يستعطف في الرئيس الفرنسي، ما استقبلوا ما حتى شي حاجه، وتما كاينات بدا الهجوم على الرئيس الفرنسي. واليوم كتشوفوها ان الرئيس الفرنسي ولا القصر الملكي كيسبوا كيعايروا، تيقول ليه انت مثلي. اذا الخوت، هذا هو الموضوع اللي غادي نجيو ليه في الحلقه المقبله، هو غادي نهضروا على المثليه الجنسيه ديال الرئيس الفرنسي، المثليه الجنسيه اللي القصر الملكي يعني الملك محمد السادس كيعاير الرئيس الفرنسي وكيتهمو، تيقول ليه انك انت مثلي، بحال اللي دار معنا حنا، بحال اللي دار مع جميع المعارضين اللي كيفرعوا كيعريو هذا النظام. اذا هذا الشيء غنخليوه للحلقه المقبله. وكما وعدناكم دائما الخوت، أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ الإخوة الأخوات الأحرار، نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقة المقبلة، السلام عليكم، مع السلامة.